أسرار اتفاقية خيمة صفان التي لم تعلن. بيوم 3 من آذار عام 1991 نشرت صحيفة النيويورك تايمز وأهم وسائل الإعلام العالمية والعربية الكثير عن اتفاقية خيمة صفان بين التحالف الدولي والعراق، لكن بقي الكثير من بنود هذه الاتفاقية لم يعلن عنه، وحتى الإعلام العراقي نشر بعض المعلومات عن هذه الاتفاقية، وقد ذكر الكثير في كتاب أم المعارك للفريق الركن صلاح عبود اللي أيضا تحدث عن ظاهر الاتفاقية، لكن لم يذكر الكثير من بنودها اللي راح نتحدث عنها اليوم. بيوم 26 شباط 1991 أصدر صدام حسين قرار الانسحاب من الكويت بسبب هزيمة الجيش وقوة ضربات طيران التحالف الدولي خلال الأسابيع اللي سبقت الانسحاب المدمر. وبنهاية نفس الشهر فوجئ صدام حسين أن هناك تحركات للشعب العراقي في الجنوب وفي كردستان ضده، وأن الإعلام الإيراني يغذي تلك الحركات ويدعمها إعلاميا. فبدأت المناوشات في أغلب محافظات العراق بين المجاميع المسلحة والجيش العراقي. أسرع صدام حسين لإبلاغ الاتحاد السوفيتي برغبته بإنهاء الحرب مع التحالف الدولي، فتم إبلاغ الأمريكان من قبل الاتحاد السوفيتي يوم 28 شباط برغبة العراق بإجراء حوار معه والاتفاق على وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب. تم ترتيب لقاء في منطقة صفان قرب الحدود العراقية الكويتية، فتم نصب خيمة من قبل التحالف الدولي لإجراء اللقاء والاتفاق مع الجانب العراقي. كانت الساعة 11 عندما تم الإعلان عن وصول العراقيين. تم استقبال الوفد العراقي وجيء به إلى مكان الاجتماع تحت حراسة أمريكية. كان من الضروري إخضاع الوفد العراقي للتفتيش، لكن من دون تعريضهم للإهانة، فتم الاتفاق على أن يخضع الجميع للتفتيش، وفد التحالف الدولي والوفد العراقي. جلس الوفدين على طرفي الطاولة الجنرال نورمان شوارزكوف والفريق الركن خالد بن سلطان بن عبد العزيز والمترجم، وعلى الجانب الآخر جلس الفريق الركن سلطان هاشم والفريق صلاح عبود. من بداية الاجتماع كان واضح أن الوفد العراقي عنده تعليمات بأن يكون متعاون جدا، لأن صدام حسين كان يريد التخلص من الضغط العسكري لقوات التحالف بسرعة. بدأت جلسة المباحثات بالساعة 11:34 صباحا بكلمة من الجنرال نورمان شوارزكوف أكد فيها أنه راح يتقيد بتوجيهات حكومته، وأنه سيعرض شروط وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب، وأي طلب أو مقترح عراقي راح يناقشه بعد أن يتفقون بصورة نهائية على النقاط الرئيسية. وافق الجانب العراقي بدون تردد وأجاب على جميع الأسئلة بخصوص الأسرى والمفقودين في الحرب والأسرى الكويتيين اللي تم اعتقالهم خلال فترة الغزو العراقي للكويت. كانت طريقة الحوار هادئة ومرنة، ولم يعترض الجانب العراقي على أي موضوع طرح من قبل قيادة قوات التحالف الدولي العسكرية، الأمر اللي أثار استغراب الجنرال نورمان شوارزكوف قائد قوات التحالف الدولي، وقد ذكر هذا الأمر في مذكراته. هذا ما أعلن في وقتها للعالم. أما ما لم يعلن واعتبر من البنود السرية فهو ما يلي: أولا، موافقة العراق على ترسيم الحدود مع الكويت، وهو الأمر اللي كان يرفضه ويتهرب منه العراق من زمن عبد الكريم قاسم. ثانيا، موافقة العراق على جميع قرارات الأمم المتحدة
بما في ذلك تعويض إسرائيل والكويت وكل من تضرر من جراء الغزو العراقي للكويت. 39 صاروخ أطلقت على إسرائيل، أخذت عنها إسرائيل تعويضات بالمليارات استثمرتها في بناء القبة الحديدية اللي تحمي إسرائيل الآن من أي قصف صاروخي. أما الكويت فبقي العراق يدفع تعويضات لغاية 13/1/2022، ومبلغ التعويضات اللي دفعت للكويت هو 52,400,000,000 دولار. ثالثا، إنهاء كافة برامج التسليح العسكرية والبيولوجية، وهذه البرامج أنفق عليها العراق مليارات الدولارات خلال فترة الثمانينات. رابعا، الموافقة على جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة واللاحقة، وكان بعض هذه القرارات قد صدر بعد اتفاقية خيمة صفوان، مثل فرض الحظر الجوي على منطقة كردستان لحماية المدنيين الأكراد، وأيضا القرار الخاص بالاستيراد للعراق واستخدام الأجواء والحدود البحرية والبرية. هذه النقاط حددت سلطة صدام حسين وحجمتها لأبعد حدود، حتى بموضوع تحريك القوات العسكرية. لما أراد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني مساندة من الجيش العراقي في نزاعه مع الاتحاد الوطني الكردستاني في صيف عام 1996، لم يستطع رئيس الجمهورية صدام حسين إرسال جندي واحد إلا بعد أخذ الضوء الأخضر الأمريكي، وذلك عن طريق وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين أولبرايت. الكثيرين يحاولون إظهار الاتفاقية على أنها عادلة للعراق، والقسم الآخر يرون أنها مدمرة لنظام صدام حسين لأنها حجمت دورة داخل العراق. صحيح أنها منحت النظام فترة لالتقاط الأنفاس ومواجهة انتفاضة الشعب العراقي، لكنها بنفس الوقت كانت أول مسمار بنعش النظام اللي كانت نهايته بنيسان عام 2003. كلمة أخيرة لابد أن تقال: أي اتفاقية أو معاهدة يتم دراستها والموافقة عليها من قبل خبراء بالقانون الدولي وسياسيين وعسكريين ومشرعين، مثل ما حدث باتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 1975. لكن اتفاقية خيمة صفوان اختصر ما حدث بها قائد قوات التحالف الدولي نورمان شوارزكوف عندما قال: جاءوا إلينا مستسلمين وقابلين بكل شروطنا، لذلك لم يكن لي من خيار سوى الموافقة على طلبهم أي العراقيين لوقف إطلاق النار، خصوصا أنه لم يكن لدينا أي توجيه من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بالزحف إلى بغداد. كانت مهمتنا واضحة، وهي طرد الجيش العراقي من الكويت. هذا مذكور بمذكرات الجنرال نورمان شوارزكوف. هذه الاتفاقية لم تكن إلا إملاء شروط للمنتصر على المهزوم.